في وسط حيوانات الغابة وبوجود النمر، قام الحمار وقف وقال: العشب أزرق. رد النمر وقال له: عشب إيه اللي أزرق؟ أنت عبيط، العشب أخضر. قال له: لا أزرق. قال له: هو أخضر. قال له: طب إيه رأيك لو نرفع الأمر ده للقاضي وهو يحكم ما بيننا؟ قال له: أنا موافق. بسرعة جري الحمار على القاضي اللي هو الأسد، ودخل النمر والحمار عليه. راح بسرعة الحمار وقال له: يا سيدي القاضي، أرجوك حكم ما بيننا، والغلطان فينا تحاكمه. قال له: موافق، خير. قال له: دلوقتي العشب أزرق ولا أخضر؟ قال له: أنت رأيك إيه؟ قال له: أنا بقول أزرق. رد الأسد وقال له: خلاص، ما دام أنت معتقد كده وشايف إن ده صح، يبقى هو أزرق. قال له قعد بسرعة الحمار يتنطط وهو فرحان ويجري ما بين الحيوانات ويقول: شفتوا، الأسد ما بيفهمش حاجة، الأسد أزعجني وبس وضيع وقتي معاه. ورجع للقاضي وقال له: يبقى لازم تحكم على النمر. رد الأسد وقال له: ما أنا عندي كلمتي. ودلوقتي وصدر الحكم على النمر إن هو ما يكلمش حيوانات الغابة كلها لمدة 3 أيام. وجري الحمار وهو بيتنطط وفرحان وإن هو انتصر لرأيه وإن العشب طلع أزرق. غضب النمر وراح بسرعة رجع للأسد وقال له: مولاي، أنت ليه حكمت عليا؟ أنا عايز أسألك سؤال، هو فعلا العشب أزرق؟ مش أنت متأكد إن هو أخضر؟ قال له: مش أنا بس، وكلنا عارفين إن هو أخضر، ومفيش حاجة أصلا اسمها عشب أزرق. قال له: أمال ليه حكمت عليا؟ قال له: عشان من المهين جدا إن إنسان ذكي وقوي زيك إن هو يضيع وقته مع حمار. أنت هنت كرامتك لما ضيعت وقتك مع اللي أقل من مستواك. كلنا عارفين ان العشب لونه اخضر، ومش انا بس، كل الحيوانات الغابة عارفة ان العشب لونه اخضر. ازاي تضيع وقتي ووقتك مع حمار؟ رد بسرعة وقال له: عندك حق يا مولاي، الحكمة ان اوعى تضيع وقتك مع واحد شايف ان هو صح بس. لازم تتأكد ان اكبر مضيعة للوقت هو جدالك مع احمق عقيم، مش عايز ينتصر في الجدال غير لنفسه ورأيه وبس، حتى لو على علم ان رأيه ده خطأ، لكن هو عايز يبان ان هو الصح بدون ما يسمع الصح. حقيقي، إذا ساد صوت الجهل فلازم على صوت أو وجب على صوت العقل والحكمة أن ينسحب.